مساء الخير يا حبايبي. احنا النهارده هنعمل حواوشي اسكندراني. عندنا دول نص كيلو لحمه مفرومه، او بزياده كمان عليها توم. وعندنا دول بصلتين حلوين حاطين عليهم الملح بس عشان الريح. عندنا بقى آه، معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه بهارات صغيره شويه، معلقه سكر، والملح هنا حطاه على البصل تقريبا معلقه ونص حلوين، يعني مليانين شويه. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط اللحمه ايه، هما اكتر من نص كيلو عشان تبقوا عارفين، يعني نص وتمن، نص وتمن. وادي البصل كده، شكلي هقلبها في حاجه تانية. بالملح، انا ما بفضلش الفلفل، مش يعني ما بحبش الفلفل الاخضر. وادي بهاراتنا كلها بالفلفل. هنقلبهم، هنقلهم في حاجه اكبر شويه وارجع لكم. ها، علشان ايه؟ عايزينها تبقى متماسكه. وهوريكم كمان العجينه، بس علشان لما تخمر بقى تكون دي اتظبطت وشربت الملح شويه والعجينه خمرت، وهنبتدي نشتغل تاني مع بعض. حبايبي احنا عملناها اهي، هنركنها. هلع بس الجوانتي كده وهوريكم بقى العجينه. بصوا معايا، هنا 4 كوبايات دقيق وعليهم ذره ملح صغيره، كيس خميره على بعضه، ومعلقه سكر، كله على بعضه اهو. وهجيب الميه هعمل. هنحط اهو، نحط شويه بشويه عشان ما نلخبطش الدنيا. مفيش اي حاجه، انا بصراحه ما عنديش المفروض زبادي او لبن رايب، انا ما عنديش، فهمشيها كده وخلاص. هنعجن وهوريكم العجينه. بصوا يا حبايبي، احنا خلصنا العجينه اهي. حطيت بس حته زبده كده علشان ايه، تسلك العجينه من ايديا. نحط العجينه، خدها في طبق نضيف اهي. بقى هنغطيها ونخمرها واللحمه تكون اتظبطت، واوريكم هنعمل ايه. حبايبي شوفوا، احنا طبعا هنظبطها كده وايه، هنقطعها طبعا تقطيع زي ما انتوا عايزين. قطعهم بقى كلهم كور كده، اهي الحجم اللي انتوا عايزينه. نقطعهم بقى كلهم كده ونرجع لهم. دول كبار هيبقوا رغيف، كل واحد رغيف على بعضه، ودول اللي هم هنحطهم فوق بعض وما بينهم اللحم اهو. خليكم معايا. هنا اهو هنحط اللحمه ما بينهم، وهنعمل صنف تاني برضو هوريه لكم عشان اللحمه تستوى بس كده. بصوا، اللي عايز يحط على اللحمه بصل زياده، لا فلفل اخضر، فلفل يحط. انا ما بحسش بالمتعه الا بصل ولحمه بس والبهارات، انما اي فلفل او اي حاجات تانية انا مش بحبها. لكن اللي حابب يحط، حس ان الحواوشي كده له طعم مميز، انه لحمه وبصل بس، في جمال كده معين. بس انتوا حابين اوكي، بس ما انصحش حد يحط طماطم لانها ممكن تنزل ميه تلخبط لنا العجينه. بصوا، هنحط هنا تاني اهي، مش عايزه اخلي على الطروف.
بصوا هعمل كمان صنف تاني هوريهولكوا اهو. انا مجهزاها ان انا احشيها واقلبها على بعضها. بصوا معايا اهي. حابين تعملوا كده اوكي، حابين حاجة تانية تتشال كده عشان ايه ما تخسرش. بصوا بقى اهي انا البطاطا دي اهي. هوريكم حاجة تانية انا بحب اعملها على ظهرها. احسن حاجة عندي ان انا ما اطبخش واعمل عجين. ألذ حاجة صدقوني، ألذ حاجة العجين ده. هعمل كده وهقلبه على بعض وهوريهولكوا برضه. احنا حطينا هنا اللحمة على النص التاني وبعدين بصوا اهو. انتوا بقى حابين ده اوكي شغال، عايزين السرعة هي دي طبعا اسرع. اوكي انا هعمل من ده ومن ده علشان نرضي جميع الاطراف. وقبل ما هدخله الفرن يا جماعة هوريهولكوا برضه. هدهن هنا حتة زبدة كده تدي طعم ولون، وهدهن طبعا الصاج عشان برضو ايه يدينا القرمشة اللي زي بتاعت بره، بس طبعا نظافتنا غير نظافة بره. نعمل بقى كله ونرجع لكم. بصوا حبايبي عملنا دي مدورة اهي، وعملنا ده انا بدهنه زبدة مسيحاها بس تدي لون جميل كده وتبقى زي بتاع بره مقرمشة من فوق كده. وبرضو بندهن الصينية عشان تدينا اللون الجميل. هخش الفرن بقى وبعدين نرجع لكم ان شاء الله. بصوا حبايبي، بصوا العظمه وطري ازاي. شوفوا كله احمر زي الفل. طبعا انتوا هتعملوه احسن مني بكتير. اصل اللي بيعلم دايما بيطلع الحاجه مش قد كده، انما اللي بيتعلم بقى مننا او من شيف تاني حلو هو اللي بيطلع الحاجه احسن من اللي بيعمل الاول. فارجو ان انتوا تتابعوني وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكر كل من بيتابعني ويدعمني ويا ريت تدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم. باي باي.